عدنان خليفة، ناطق مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها. نتحدث اليوم عن موضوع الهجرة من أساليب الحرب الخاصة التي يمارسها العدو ومن يمارسها من الدول الرأسمالية، وعلى وجه الخصوص الدولة التركية. تسعى الدول الرأسمالية لاستقطاب أكبر عدد من الفئة الشابة ومن عامة الشعب السوري لإفراغ هذه المناطق من سكانها الأصليين، كما تسعى الدول الرأسمالية وعلى وجه الخصوص الاحتلال التركي لإفراغ المنطقة من شبابها وسكانها الأصليين، لتغيير ديمغرافية هذه المناطق، لسعيها لاحتلال أكبر بقعة جغرافية في هذه المناطق، لتغيير ديمغرافيتها، تغيير ثقافة هذه المناطق. ونحن بدورنا كمجلس شباب حزب سوريا المستقبل نقف في وجه هذه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب السوري، وقمنا اليوم بعدة فعاليات، من ضمنها فعالية الباص الذي يحمل لافتات لا للهجرة، الوطن وطننا، والبقاء وعدنا، الحماية وعدنا. ومن ضمن هذه الفعاليات أيضا توزيع بروشورات للفئة الشابة ولعامة الشعب المتواجد في مدينة منبج وريفها. تتحدث هذه البروشورات عن توعية الشباب ومخاطر الهجرة إلى الدول الرأسمالية.